وتطلب المال مني، إذا طلبت حياتي. أخرج. الحضور ديالي انا فرحانه بزاف لهذا الحفل وهذا التكريم وهذا البادره اللي دار مسيو مصطفى البيض. بالنسبه لي انا اول مره غيكرموني في مدرسه في مؤسسه تعليميه. هما في الحقيقه كانوا الفنانه كيحضروا في المؤسسات التعليميه كيكرموهم، ولكن قلال، ولكن دابا ولات بحال ولات الا مود. علاش لا؟ انا بالنسبه لي عجبتني الفكره. علاش؟ لحقاش قربنا الممثل المغربي اللي كيشوفوه ديما غير في التلفازه، قربناه وجبناه حتى للمؤسسه. بغيت نكونوا احنا قدوه للتلاميذ، انهم باش يقراو، ماشي قدوه يشوفونا انهم يوليو فنانه، بالعكس. ولكن الفن، اللي قرا الفن ودار اي مهنه في الفن غادي يكون ناجح في حياته، غادي يقرا مزيان حتى انه في الخدمه ديالو غادي يكون ناجح مزيان. فوالا، وهاد البادره اللي دارها انا عجبتني بزاف. الصراحه عجبتني، ما كاين ما نقول، جميع الكلمات مشاو عليا، ولكن بغا نقول لي برافو عليك سي مصطفى البيض على هاد الاحتفاء وهذا النظام، وشكرا للاساتذه على الخدمه ديالهم والنظام ديالهم. كان حفل رائع من الاستقبال حتى الختام. صراحه ما عندي ما نقول، ما كاينش عيوب. بيان سور ما نساوكمش نتوما الصحافه اللي كتوقفوا على قدم وساق، بلا بكم نتوما ما كاينينش حنايا. بيان سور بلا الجمهور ديالنا حنا الفنانه عاوتاني ما غنكونوش. غنقول لكم كلمه اخيره، كنبغيكم بزاف، كنبغي الجمهور المغربي بزاف. بحبكم نتومايا انا مازال، وبحبكم نتومايا انا رجعت. وسولني قبيله واحد السيد قال لي فين غبرتي علينا؟ انا ما غبرتش، ولكن دابا انا رجعت بقوه، وغنقول لكم انتظروا الجديد والجديد، وكنحماق عليكم. حضورنا اليوم بطبيعة الحال لتدعيم مدرسة الأبيض سكول من خلال هذا التكريم اللي هو شرف ليا. من خلال شفنا أشياء جميلة وجميلة جدا، خاصة les activités extrascolaires, surtout pour le théâtre, et pour la chanson. C'est une aubaine pour ces enfants de sortir de leur quotidien pour faire des choses qu'ils aiment, et surtout l'art. Et moi j'ai toujours, un peuple sans culture c'est un peuple qui n'existe pas. شعب بدون ثقافة شعب لا وجود له. انا فرحان باسكو السي البيض ما ابري هذه واحد 15 يوم قال لي راه كاين واحد بيان سور لا كلوتور ديال ليكول ديال السي البيض. دو فاسون البادره الحمد لله فرحان بها، لان كاين الكره، كاين الفن، بيان سور كاين بيان سور القرايه. جو بونس كو الدراري الحمد لله فوالا جيسبر كو هي لا ريوسيت فهاد ديال الدراري ديال لي جون. حنا كاوتور مغربيه بيان سور الحضور ديالنا راه خصو يكون بيان سور، باسكو ليكول كاين ليكول وكاين ليكول دو فوت، مي كاين الرياضه حتى هي كذلك. ولكن الحمد لله كنتمنى الله المستقبل هو كاين هاد لا ريوسيت ديال سو ديال لي زيكول بريفي اللي كنخرجوا منها ناس، لان هذا هو المستقبل ديالنا، هو اللي تنشوفوا الشبان ديالنا. الحمد لله غاديين في الطريق الصحيح. حنا كنحاولوا نديروا الماكسيموم ديالنا البيداغوجيه باش الدري يمشي يقرا، باش تكون لا ريوسيت ديالو. وحنا فرحانين لان فرانشمون سي بادره مع جي في دي اكتريس دي اكتور، الحمد لله فرحان لهم. شفتهم شحال هادي، شفت باش التكريم ديال السي عبد المجيد الدورمي كاخ الله يرحمه. مي الحمد لله حنا تفاصون طون كون لي زابيل حنا كنجيو. حنا بيان سور يفو توجور دوني ليكزومبل، وهذا هو ليكزومبل ديالنا. حنا خصنا نكونوا حاضرين. الاستاذ عبد الاله عبقري، مدرس ماده اللغه العربيه، استاذ السلك الثانوي التاهيلي، التعليم العمومي. وبطبيعه الحال بالنسبه للمدرسه كتبقى دائما هي ديك الارضيه الخصبه التي تؤتي اكلها كل حين باذن ربها. وبطبيعه الحال كلما كان المؤسسه عندها علاقه مع الجانب الفني مع الجانب الرياضي، على اساس انها هي المبتدا والمنتهى في الاصل. هذا اليوم هذا ياتي تتويجا لسنه دراسيه يعلم الغادي والبادي على انها تكون مرهقه للاطراف جميعا، خاصه الطاقم التربوي والطاقم الاداري. للاشاره مشكورين على المجهودات الجباره، لان العمليه التعليميه دائما تكون عمودها الفقري دائما هو التلميذ والمدرس والطاقم التربوي، لكن كيبقى التلميذ هو
هذيك الحلقه الاهم في هذه العمليه، لانه المقصود دائما بالتربيه والتتويج وما الى ذلك. والحمد لله بالنسبه للشعب المغربي بصفه عامه كيعرف حقيقه المدرس وحقيقه المدرسه، وبالتالي هذه المؤسسه هذه تبقى مشكوره على هذه المجهودات التي قامت بها.